ازاي اقدر اقلل سرعة النت عشان احافظ على الباقة الشهرية بتاعتي؟ لان الباقة لما بتوصل لي 30 ميجا فبتستهلك من الباقة الاساسية بتاعتي، سواء الباقة بتاعتي 140 جيجا او 200 جيجا او 250 جيجا او ايا كان يعني. فلما بتكون سرعة الانترنت عالية زي ما قلنا كده، سرعة ال 30 ميجا عالية، فبتستهلك من الباقة ما بتلحقش تكمل معايا الشهر. فممكن تيجي معايا في اول 10 ايام بتلاقي الباقة عندي خلصت، تمام، او بتيجي بعد 15 يوم من الشهر بتلاقي الباقة عندي خلصت، تمام، او حتى لو كملت معاك لحد يوم 20 بتلاقي الباقة استهلكت وخلصت بسبب سرعة ال 30 ميجا. طيب انا حابب بقى دلوقتي اقلل سرعة الانترنت عشان لما اجي اتصل بالواي فاي من خلال الموبايل ما اخدش ال 30 ميجا، تمام، او ما اخدش اللي هي ال 25 ميجا او ال 20 ميجا زي ما هي بتجيلك عن طريق الشركه، او على حسب الخط بتاعك بيستحمل ال 30 ميجا او ال 25 ميجا او ال 20 ميجا، تمام. فانا عايز اخليها من 30 او 25 او حتى 20 الى 5 ميجا فقط، بحيث ان انا اقدر اخلي الباقه تكمل معايا لنهايه الشهر، لان احنا كلنا عارفين ان اسعار الباقات غليت. فاحنا حابين نقلل السرعه شويه عشان نقدر نحافظ على الباقه. انا كل يوم هدفع بتاع 300 جنيه ولا 250 جنيه ولا حتى 200 جنيه او 185 جنيه على الباقه بتاعتي، وهي ما بتكملش معايا غير 10 او 15 يوم. فاحنا في الفيديو ده هنخليك تقلل سرعه الانترنت عشان تقدر تحافظ على الباقه بتاعتك لحد نهايه الشهر، بدل ما بتجيلك 30 ميجا على الواي فاي، تمام، او ال 25 ميجا او ال 20 ميجا، لا احنا هنخليها تيجي 5 ميجا فقط. كمل معايا الفيديو للنهايه عشان اخليك تقدر تستفاد. طبعا الراوتر اللي احنا بنتكلم عنه موديل اتش 188 اي، موديل اتش 188 اي. يعني حضرتك الراوتر ده موديل اتش 188 اي لو موجود عندك، سواء بقى في شركه اورنج، سواء في شركه فودافون، اتصالات، فالشرح واحد. يعني طالما الموديل اتش 188 اي ما يهمش الشركه بقى اتصالات، فودافون، اورنج، فهو السيستم واحد وهتعمل معايا نفس الخطوات. طيب هنفتح المتصفح بتاعنا، اول حاجه نكتب فيه البحث 192 دوت 168 دوت 1 دوت 1 وهو الانتر. هيبدا يفتح معايا صفحه الراوتر بالشكل ده كده يا شباب. هنا بقول لي ويلكم تو اتش 188 اي بليز لوج ان. طبعا هيطلب مني يوزر نيم وباسورد. اليوزر نيم والباسورد هتلاقيهم عندك في ظهر الراوتر، نكتبهم ونرجع لكم تاني. بعد ما كتبنا اليوزر نيم والباسورد اللي في ظهر الراوتر هنبدا نضغط على لوج ان. هيبدا يفتح معايا بالشكل ده كده يا شباب. هختار حاجه اسمها لوكال نتورك، هنضغط عليها لوكال نتورك. بعد كده نختار حاجه اسمها دبليو لان. من الدبليو لان طبعا اتاكد هنا ان انت محدد على دبليو لان 2.4، يعني انت مفعل الشبكه 2 و4، تمام. لو انت فاتح الشبكتين، تمام، لا خليك فاتح الشبكه اللي هي 2.4 واقفل اللي هي ال 5 جيجا هرتز، تمام، اقفلها وخليك شغال زي ما قلنا كده على 2.4. بعد كده يا شباب هنبدا نضغط على دبليو لان جلوبال كونفيجريشن. دبليو لان جلوبال كونفيجريشن هنضغط عليها، تمام. هيبدا يظهر معانا الخيار اللي انتوا شايفينه ده، تمام، اللي هو بتاع ايه 2.4، تمام. وطبعا برضو في ملحوظه، يعني انت لو حابب تشغل الشبكتين لازم تعمل الاعدادات على الشبكتين، تمام. يعني لازم تعمل الاعدادات ايه على الشبكه ال 5 جيجا، تمام، وال 2.4، يعني ال 2 و4 وال 5 جيجا، ولكن احنا ايه بس هنشرح على الاثنين واربعه، تمام، وهنقفل ايه ال 5 جيجا، تمام. طيب اول حاجه يا شباب هنمسك الموبايل بتاعنا، تمام. انا مسكت الموبايل بتاعي عشان هقيس السرعه، تمام، واصله لي كام، وبعد ما اعمل الخطوه هتوصل لي كام، تمام. اول حاجه هفتح الموبايل بتاعي بالشكل كده وادخل على المتصفح وهبدا اكتب سبيد تيست. سبيد تيست اهو، اس بي اي اي دي، بعد كده تي اي اس تي، تمام، اهو سبيد تيست هنضغط عليه، تمام. وبعد كده هنبدا نختار سبيد تيست اول خيار هنضغط عليه عشان نقيس سرعه الانترنت وصلنا كام دلوقتي. هنبدا نضغط كده هنقول له جو وهو هيبدا يقيس لنا سرعه الانترنت. طبعا هو بيقيس سرعه الانترنت زي ما انتم شايفين.
طيب السرعة اللي واصلة لي حاليا 24 ميجا، السرعة اللي واصلة لي 24 ميجا. تمام. هي ساعات بتوصل ل 24 ميجا، وساعات بتوصل لل 28، وساعات بتوصل لل 30، وساعات بترجع تاني ايه لل 27. هنا قبل ما اعمل الفيديو دلوقتي هي كانت معايا 27 ونص. تمام. ولكن دلوقتي ايه 24 ميجا. تمام. طيب مش موضوعنا خالص، هي الوقت السرعه واصله لي دلوقتي 24 ميجا. ف 24 ميجا مع كل واحد واخد الباسورد بتاع الواي فاي، فالباقه بتخلص بسرعه، ما بتكملش ال 15 يوم او ال 20 يوم. تمام. طيب احنا هنخليها بقى توصل لاخر الشهر، يبقى احنا هنيجي دلوقتي في الخيار ده، المنطقه اللي انتوا شايفينها دي يا شباب، هنبدا نضغط على الخيار ده. عندك اهوت اللي هي 11 بي جي ان، شايفين 11 بي جي ان اللي هو تاني خيار ده يا شباب، تاني خيار بعد اوتو، تاني خيار بي جي ان. تمام. لو ضغطت عليه بالسهم كده هيبدا يجيب لي خيارات، هبدا اختار اول خيار، اول خيار اللي هو ايه 11 بي اون لي، 11 بي اونلي، وبعد كده هقول له ابلاي. تمام. لو لاحظت دلوقتي هتلاقي شبكه الواي فاي هتخرج وبعد كده تبدا تتصل تاني، يعني انت دلوقتي شبكه الواي فاي هتخرج وهتبدا تتصل معانا تاني. تمام. زي ما انتم شايفين الشبكه خرجت وهتبدا تتصل تاني. تمام. هبدا اقيس السرعه للمره التانيه. انا كده بقيس السرعه للمره التانيه اهي، زي ما انتم شايفين السرعه بتقل معايا وداخله بين الثلاثه والاربعه والخمسه. تمام. زي ما انتم شايفين هتبدأ تنزل على حسب الانترنت عندك، هيبدأ تنزل لخمسة لتلاتة لأربعة. هي كده وصلت لعندي سرعة الانترنت 3 ميجا، 3 ميجا. لو حبينا نقيس تاني، تمام، هنقيسها تاني. طبعا هي جايبه لي 3 ميجا اهو. هي قبل برضو ما اعمل الفيديو جربت الخطوه تاني، كانت جايبه لي 5 ميجا. تمام. يعني كانت سبق السرعه 27 في الطبيعي. تمام. و28، وبعد ما قست السرعه وقللت السرعه بعد ما قستها جابت لي 5 ميجا. تمام. ولكن دلوقتي زي ما انت شفت السرعه كانت جايبه لي 24. تمام. وهي بتطلع وبتنزل يعني. تمام. وجابت لي هنا 3 ميجا، يبقى انا كده قللت سرعه الانترنت. ال 3 ميجا او ال 5 ميجا اللي هيوصلوا لي بعد ما بعمل الخطوه دي، سواء بقى وصل لي 3 ميجا زي كده دلوقتي او 5 ميجا زي ما وصل لي من شويه، فانت كده قللت سرعه الانترنت عندك الخاصه بالواي فاي زي ما انتم شفتوا وبالدليل. يعني ممكن تجي لك 3 ميجا، ممكن تجي لك 4 ميجا، ممكن تجي لك 5 ميجا، ممكن تجي لك 6 ميجا. يعني لو السرعه وصلك 30 ميجا ممكن تلاقيها جايبه لك 5 ميجا او 6 ميجا. تمام. فبكده السرعه بتاعت الانترنت عندك هتكفي معاك لنهايه الشهر ان شاء الله. انا دلوقتي حابب بقى ارجع السرعه بتاعتي الطبيعيه، هبدا اضغط كده تاني على السهم وهجيب اخر خيار. يعني الاول انا جبت اول خيار، لا انا هجيب اخر خيار اللي هو بي جي ان اهو، بي جي ان. تمام. اخر خيار يا شباب بي جي ان. لو انا عايز ارجع السرعه بتاعتي للطبيعه بتاعتها، وبعد كده هقول له ابلاي. بعد كده انا رجعت السرعه الاساسيه اللي هي واصله لي من الشركه. هبدا دلوقتي الواي فاي هيفصل معايا تاني وهيبدا يشتغل تاني. فصل اهوت وهيبدا يشتغل معايا تاني دلوقتي. تمام. بعد ما اتصل معايا هبدا اقيس السرعه. دلوقتي كانت 3، بعد ما قللنا السرعه كانت 3. زي ما انتم شايفين هتبدا تعدي معايا ال 24 او ال 25 اللي هم كانوا موجودين في البدايه. سبيد تيست حاول تقيس عليه مره 2 3، يعني اعمل مره وبعد كده اعمل مره تانية واعمل مره ثالثه بحيث انت تطلع لافضل نتيجه. دلوقتي جاب لي 22. لو انا حبيت تاني اضغط تمام بالشكل ده كده اشوف برضه هتوصل لي كام. طبعا زي ما قلنا كده السرعه عندي بتطلع وبتنزل، بس انا وريتك بالدليل ازاي تقدر تقلل سرعه الانترنت. تمام. هي كده جابت لي 20. تمام. هنبدا نعمل للمره الثالثه عشان برضو يبقى واضح قدامكم. الراوتر بس عندي عايز يتراستر شويه. تمام. ما علينا، يعني هي كده السرعه جايبه لي كده جابت لي 21
ميجا. تمام. اتمنى اكون افدتكم في الشرح. لو عجبك الشرح لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعل زر الجرس على الكل، واشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.